ما بقينا. كل يوم هذه أيام أنا السؤال عن الدجاج المستورد من البرازيل، كانوا يستوردوا اللحم ولا يستوردوا حتى الدجاج. على الجزائر عقمت، ما بقى فيها أرضها، ماتت، ما بقى تجيب لها غنم ولا دجاج ولا نبات، كل شيء مجلوب، كل شيء مجلوب من عند الأعداء، حتى الدجاج ما كان اللي يربيه. ويسلبوا على مستورد. الدجاج في بلادكم راه مقتول مش مذبوح، ما تاكلوش، لكن راكم تسولوا على الحلال والحرام. الدجاج اللي راه يتباع في الاسواق كله مقتول بالاله وليس مذبوحا، فلا يحل اكله، فضلا عن المجلوب من عند الاعداء والمشكوك. حتى اللحوم البقر والغنم الذين يذبحون لا يعرفون حقيقه الذبح، وإن كان الكثير يرى هذا تشددا يبغى يرى يحكمون بما شاءوا. الحقيقة الدين مش التلاعب، الدين الذبح له حقيقته، قطعه من مقدم قبل قطعه مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا 40 قبل التمام. وين شروط الذبح؟ كاينة ما كانتش.